تعالي بقى اما اقولك ازاي تعملي احلى صينية مكرونة بشاميل بطريقة سهلة جدا، احسن من احسن شيف في مصر، بمكونات بسيطة جدا. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك في القناة. اول حاجة بجيب كيلو مكرونة واحضره واملى نص حلة مية واحط فيها معلقة ملح ويا دوبك 3 معالق زيت. ولما المية تغلي اسقط فيها المكرونة، ولما المكرونة تستوي احطها في مصفى، وكده تبقى المكرونة جهزت معايا. وكمان هجيب اللحمة المفرومة، لو انت حباها بلحمة مفرومة ماشي، لو انت حباها ببانيه ماشي، الموجود استعمليه. طبعا هجيب بصلتين هخرطهم صغير جدا، وهجيب فلفلاية، وهجيب قرن شطة، وهقطعهم بقى خرز صغيرة جدا، وهنزل بيهم بقى معلقة سمنة على النار. وطبعا اول لما الاقي البصلة دبلت معايا انزل باللحمة او البانيه اللي احنا محضرينه. وطبعا ما تنسيش تحطي ملح وفلفل وبهارات لحمة، وكده تبقى التعصيقة بتاعت اللحمة خلصت معاكي. تعالي بقى اقولك على اسهل طريقة بشاميل ممكن تعمليها في حياتك. انا بجيب كيلو اللبن واحطه على النار، وطبعا بكون محضرة بقى حوالي 3-4 معالق كده دقيق، ادوبهم بمية واضربهم كويس جدا. ولما اللبن يجي بقى يفور معايا اروح نازلة بالدقيق اللي انا مدوباه بالمية حبة حبة كده، اكني بعمل مهلبية بالظبط. وهيبقى احلى بشاميل اللي ممكن تعمليه في حياتك، وجميل جدا. وهتحطي بقى ايه، هتظبطي بقى الملح بتاعه، وهتحطي شعرة فلفل. ولو عندك سمنة بلدي بتحطي معلقة سمنة بلدي، بتديها الطعم وتخلي البشاميل حكاية. وكده يبقى البشاميل خلص معايا. كمان بجيب صينية واحط فيها سمنة، وانزل بنص المكرونة افرده بالصينية، واحط التعصيقة اللحمة اللي انا عاملاها وانزل بالنص التاني. وطبعا انا ببقى مقلبة نص البشاميل مع المكرونة قبل ما ارصها في الصينية، دي تكاية مهمة جدا. وبعد ما ارص المكرونة واللحمة في النص بنزل بباقي البشاميل زي ما انتوا شايفين كده، وبحط على الوش رومي، وببقى طبعا مقطعاها من قبليها. وبظبط الفرن على 180 درجة، انا بحبها تستوي براحتها، ما بحبش اللي انا اعلي الفرن فتتحرق من تحت. دي بردك تكاية مهمة جدا. ولما بخلصها بحطها في الفرن، وبالهنا والشفا احلى صينية مكرونة بشاميل. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتعملي